من الثلاث سنين اللي فاتوا يعني. الثورة، نعم، منذ 25 يناير حتى اليوم. انفلات. يعني أظن يمكن ده أكثر الأوصاف إيجازا لما هو حادث الآن. انفلات من ناحية، ومن ناحية أخرى مؤسفة جدا تصدر وجوه نظام مبارك للإعلام الحالي. أنا مش قادر أفهم حتى هذه اللحظة، مش قادر أفهم وجوه زي أنا ما بحبش أذكر أسماء. نعم. أنا مش عارف ليه جه على بالي دلوقتي اسم أحمد موسى مثلا. نعم. المعروف بصلاته الوثيقة بأمن الدولة أيام مبارك، يتصدر شاشات أو شاشة من الشاشات، بينقل يعني شاشتين لغاية النهاردة، ما أعرفش، أظن شاشتين. نعم. لغاية النهاردة وأمثاله. يعني مش عايز أسيء إلى شخص بذاته أو أركز على شخص بذاته، أو سيدة كانت عضو هام في حملة ترشيح مبارك في آخر انتخابات رئاسية دخل فيها، وتتصدر هي الأخرى الشاشة النهاردة. أنا ما بقولش إقصاء هذه العناصر. نعم. وما بحبش كلمة الإقصاء عموما، لا في الحديث عن السياسة ولا في الحديث عن الإعلام. لكن أنا كنت أتصور بما أن الصفة الأساسية اللي يجب أن تتوافر في مقدم برنامج أو مذيع المصداقية عند الناس، أظن ما نقدرش نواجه الناس إلا إذا كان عندنا مصداقية لديهم. مش قادر أفهم إزاي ما فيش حد منهم اعتذر عما كان يمارسه قبل 25 يناير.